من الحاجات المهمة جدا في 2024 ان انت يبقى معاك كاميرا كويسة، ان كان كاميرا او موبايل فيه كاميرا كويسة، عشان بقى توثق بيه لحظاتك السعيدة، او لو انت كونتنت كريتور بتعمل فيديوهات على تيك توك، على انستجرام، على يوتيوب، على اي بلاتفورم، فبتضطر تروح تشتري يا اما كاميرا او موبايل بكاميرا كويسة، والاتنين سعرهم غالي جدا. فالحل الوحيد قدامك ان انت تشتري موبايل نازل من فترة ولكن بيديك تجربة كاميرات كويسة جدا. والموبايل اللي بنتكلم عليه هو الايفون 12 برو اللي نازل من اكتر من 4 سنين، ولكن بيفرق جدا كاميراته لغايه دلوقتي توب التوب. بالمناسبه برضو عملنا فيديو كامل عن مواصفاته وامكانياته والاداء والكاميرات وعن كل حاجه، فيديو تفصيلي هتلاقيه في الاي اللي فوق. ولكن الفيديو دوت قررت اعمل فيديو خاص بالكاميرات، لان الموبايل دوت مناسب من 4 سنين، ولكن الموبايل ده منافس جدا بالنسبه لكاميراته وامكانياته في الوقت الحالي. الموبايل ده فيه 3 كاميرات وسنسور، والثلاثه 12 ميجا بكسل، واقول لك السنسور ده بيعمل ايه. الموبايل دوت زي ما قلت لك اللي هو نازل من اكتر من 4 سنين، ولكن متميز جدا. ما نيجي للكاميرا الاساسيه ال 12 ميجا بكسل في الصور اتش دي ار، ده بيشتغل في الصور وفي الفيديو دوت. لما كنت بتقفله كانت بتطلع لك صور كويسه جدا، ولكن باهته شويه. الاتش دي ار ده بكل بساطه حاول تستخدمه للوضع المناسب ليه، ولكن في تلك الحالتين بايدت بسيط كانت بتطلع صور زي كمان الالوان بتطلع حقيقيه. والتعديل نفسه ما كنتش محتاج تعديل بقى بلايت روم والفوتوشوب والبرامج دي، لا لا لا، انت كل الحوار الفوتو اب نفسه كنت تقدر تعدل على الصور وتظبطها من غير اي برامج خارجيه. صور مجمل في وقت النهار او في الاضاءه العاليه كانت بتطلع كويسه بالوان طبيعيه ودايناميك رينج مظبوط. زائد كمان الموبايل هنا بيوصل ل 2 اكس زوم، ولو معاك الماكس بيوصل ل 2.5 اكس، وده اللي ما بتخسرش فيه كواليتي. ولكن الموبايل بيقدر يوصل ل 10 اكس زوم، واكيد بيخسر كواليتي وانت بتصور وانت وقت التصوير بتبقى مبكسله كده، خصوصا لو مثلا عامل زوم او في وقت الليل او الكلام دوت. المعالج هنا بيقدر يوصلها الليفل الصوره بتطلع ناعمه مش مبكسله زي ما انت كنت شايفها، ومظبوطه حتى لو مش بتصور بنايت مود مثلا اللي هنتكلم عليه كمان شويه وقد ايه هو جامد. انت لو بتصور بالوضع العادي الصوره عاديه خالص وانت بتصورها ما بتطلعش مبكسله. الموبايل بيقدر، السنسور اللي موجود بيقدر يعالج الصوره بطريقه مش طبيعيه الصراحه. انا عايز اتكلم كمان عن البورتريه هنا 2 اكس زوم، تحديد الاطراف كان خطير، يعني زيه زي الكاميرات عادي. الشعر، التفاصيل البسيطة كان بيحددها بشكل كويس جدا، وده بسبب السنسور اللي موجود تحت كده جنب الكاميرات. دي شغلانة السنسور اللي هو بيقيس البعد من المناخير للعين للبق التفاصيل اللي بيصورها، فبيقيس التفاصيل دي والأبعاد دي، فبيقدر يحدد بشكل كويس جدا. بالنسبة للفيديو هنا الموبايل بيقدر يصور لغاية 4K 60 فريم. الكاميرا هنا بتصور فيديو 10 بت كولر، ده حاجة كبيرة جدا، ضخمة جدا. فيديو بيطلع دولبي فيجن ديت، محتاج شاشة جامدة جدا عشان يعني تقدر تشغلها. مع العلم ان الشاشه هنا بتدعم دولبي فيجن عادي. من الجامد برضو ان احنا كنا بنصور كل حاجه بالموبايل، حتى الصوت بالموبايل مش محتاجين مايكات ولا كاميرات ولا اي حاجه. فمجمل الموبايل هنا اعتمادي جدا في التصوير الفيديو من اجمد ما يمكن. زي كمان ان في ستابلايزيشن في الكاميرا، وحقيقي مش سوفت وير، في كده سنسور محطوط على ستابلايزر او موتور كده بيخليه يفضل ثابت، بحيث لو انت بتتحرك او في اي حركه في الفيديو الكاميرا تقدر ثابته. زي كمان عايز اقول لك ان في فيديو كامل متصور تقريبا 90% منه بالموبايل دوت، هتشوفوه اول ما ينزل هتلاقيه في الاي اللي فوق. انا بقيت بعتمد عليه بشكل كبير قوي. زائد كمان ان هو بقى خلاص بطلع الموبايل كده واسجل، خلصت. ممكن العيب الوحيد هو الصوت انت ممكن تكون سامعه دلوقتي كويس، ولكن الفكره ان انا في مكان هادي مفهوش دوشه مفهوش اي حاجه، فانت شايفه ممكن يبقى كويس. يعني انا مثلا معايا دلوقتي المايك دوت وايرلس، انا مش فاكر اسمه بس هو منتشر يعني ومعروف، ودي جوده المايك. يعني اعتقد ان في فرق في الصوت، يعني في فرق اعتقد ملحوظ ان الصوت بقى يعني ايه، كل ما تستثمر اكتر في مايك افضل، في اضاءه افضل، في حاجات كده هتطلع افضل ما يمكن بكاميرات الموبايل ده. بس لانك فعلا مش هتحتاج لكاميرات وحدثات والحوارات دي، يعني غير لو انت فعلا محتاج حاجه زي دي. انما لو بتبدا كونتنت مثلا او حاجه زي دي، الموبايل كافي جدا جدا. كل ده موجود في جيبك في الموبايل ده بجد. زائد ان دي كاميرا اماميه دلوقتي انت شايفني منها
انا مش هعمل اي حاجه. اما نيجي بقى للنايت مود، وده فعلا اخطر حاجه موجوده في الجهاز دوت، او بنبهر بيها كده، هي النايت مود. النايت مود هنا فظيع، يعني هو مش بيزود اضاءه. يعني في موبايلات تانية النايت مود فيها تحس ان، عارف اللي هو جاب الاكسبوجر علاه على الاخر. لا، هو مش بيعلي الاكسبوجر، هو بيعمل شيء كده، بيعمل حاجه بيفتح بيها الصوره، وما بتبانش مبكسله، بتبان ناعمه عادي، بيبقى فيها تفاصيل. مش اجمد حاجه، وخاصه كل ما الشيء يبقى بعيد عن الكاميرا التفاصيل مبتبقاش باينه. واكيد مش هقدر انسى الكاميرا السيلفي، قد ايه كاميرا مميزه، وكمان واسعه، الانجل بتاعها واسعه بحيث تقدر تاخد صورة ليك أو لمجموعة أو لأيا كان كادر أوسع من السلاسل اللي قبله ال11 والإكس والإكس إس والحوارات دي كلها. تاخد بقى ستوريز إن كان صور أو فيديوز، أو الحوارات دي كانت كويسة جدا في الإضاءة كويسة، مش بجمدان الكاميرا الخلفية. يعني أنت لو الإضاءة مش كويسة صور بكاميرا الخلفية. وفي النهاية ده كان كل تجربتي للآيفون 12 برو وكاميراته، وقد ايه هو مميز جدا. وصراحه عاجبني فشخ في حته الكاميرات. عايز اقول لك على حاجه بكل بساطه، ان انت لو عايز تشتري ايفون، فما تسالنيش مثلا اشتري الايفون 12 برو ولا 13 برو. هقول لك 13 برو طبعا، لان كل ما تعلى كل ما هيديك اداء احسن في حاجات كتير قوي. فبس هو بيبقى الفرق الوحيد مثلا ان انت تبقى مثلا بتقارن ال 13 العادي بال 12 برو. ساعات بيبقى ال 12 برو هو اللي يتفوق مثلا في حاجات، ولكن كمجمل كل ما تبقى اعلى كل ما يبقى احسن. وبس دي كان حاجه عايز اقولها، وشكرا ليك، شكرا ليك جدا. ثانك يو.